أهلا بيك في حلقة جديدة مع اتعلم مع العسال، وفي الحلقة دي هنتكلم على معادلة في الداكس مهمة جدا جدا، وهي معادلة لوك اب فاليو في الحلقة رقم 11 في كورس تحليل البيانات بالباور بي اي او كورس الباور بي اي بشكل عام. النهارده هتشوف المعادلة دي ازاي بتشتغل، وهتشوف ازاي انها هتفيدك بشكل كبير جدا في شغلك، لو انت بالذات لو بتشتغل على اكتر من جداول او اكتر من جدول في بياناتك. فيلا بينا النهارده نخش نتفرج على معادلة لوك اب فاليو في باور بي اي. يلا بينا يا سيدي دلوقتي على طول نخش في الموضوع ونشوف معادلة lookup value دي بتعمل إيه، وإزاي إنك تستخدمها بشكل جامد جدًا وحلو جدًا. فيلا بينا كده نشوف القصة دي عبارة عن إيه. إحنا المرة اللي فاتت طبعًا إحنا وصلنا لحد معادلة F، فتعالَ نشوف النهارده معادلة lookup value. طب معادلة lookup value دي أصلًا بتعمل إيه أو إيه قصتها؟ معادلة lookup value يا سيدي هي معادلة هدفها إن هي شبه كده لو أنت في الاشتغال على الإكسل، شبه معادلة مثلًا زي الVLOOKUP. أو زي الindex and match. طيب المعادلة دي تشتغل إزاي؟ تعالَ مثلًا على سبيل المثال نروح على الdata بتاعتنا كده، ونروح على الfact sale. هتلاحظ هنا يا سيدي إن أنت في الfact sale هتلاحظ إن أنت عندك stock item key اللي هو الرقم الخاص أو الID الخاص بالأيتيمات أنت بتبيعها، اللي هي منتجاتك يعني، منتجات أنت بتبيعها. طيب الجدول بتاع الfact sale دوّة ما فيهوش حاجة تانية غير الforeign key دوّة أو غير اللي هو الID اللي إحنا رابطين بيه بجدول الstock item بجدول المنتجات، فهو مش حاطط لك غير الstock item key. طب ماذا لو إن أنت عايز تجيب اسم المنتج تحطه في جدول الfact sale بتاعنا دوّة، أنت عايز نروح إن إحنا نجيب الاسم بتاع الitem من الdim stock item نحطه في الfact sale. عشان نعمل العملية دي محتاجين عملية lookup. طيب وعشان نعمل عملية lookup لازم يكون عندنا رابط، لازم يكون في حاجة تربط ما بين الfact sale والdim stock item. طب إيه الرابط اللي عندنا؟ لما نيجي نبص في الfact sale هنلاقي إن إحنا الرابط بتاعنا يا سيدي هو الstock item key، ده الرابط بتاعنا، صح؟ طيب الstock item key دوّة موجود عندنا هنا في الfact sale، ولما نروح على الdim stock item العادي هنلاقي برضه إن إحنا عندنا هنا هنلاقي في حاجة فين الأيتم stock item key. إحنا بقى عايزين نجيب الstock item نفسه اللي هو اسمه، لمّا ندوس على دوّة كده هنيجي نبُص هنا كده هنلاقي إن هو إيه، ده الstock item أهو وأدي الاسم المنتجات أهي. فإحنا عايزين نجيب اسم المنتجات دي نحطها فين؟ نحطها في الfact sale اللي هو الجدول التاني. في أكتر من معادلة خاصة بعملية الlooking up أو إن أنت تجيب حاجة وتحطها في حاجة، في كذا معادلة، في حاجة اسمها related وفي معادلة اسمها lookup value. إحنا النهارده هنستخدم الlookup value لإنها هي تنفع في كل الcases وكل الحاجات. related ليها قصة مختلفة شوية، بس lookup value تنفع في جميع السيناريوهات، بس زي ما إحنا قُلنا على شرط يكون في رابط. زي ما إحنا عندنا رابط اللي هو الإيه، بالstock item key. stock item key هو موجود عندنا هنا في جدول الstock items وموجود عندنا في fact sale. طب تعالَ ننفذ الكلام ده يا سيدي مع بعض. فأنا ممكن نروح هنا من الreport view أو من أي مكان، وهاجي على الfact sale وهاقول له هادوس على باقف على الجدول دوّة هنا كده، وأروح أعمل new column. هاعمل إيه new column. لمّا أعمل new column هاسمي الcolumn name دوّة هاقول له دوّة هاسميه item name. ده اسم الitem، إحنا عايزين نجيب اسم الitem. طيب هنستخدم معادلة إيه؟ معادلة lookup value. أول حاجة في معادلة lookup value بتاخدها هي حاجة اسمها result column name. اللي هو القيمة اللي إحنا عايزين نجيبها. إحنا عايزين نجيب إيه؟ إحنا عايزين نجيب اسم الstock item. طيب اسم الstock item ده موجود فين؟ ده موجود في جدول مين؟ الله ينور عليك، في جدول الdim stock item أهو. فهاروح أقول له يا باشا أنا عايز من جدول الdim stock item عايز الstock item اللي هو اسمه، وأدوس tab. فدوّة الresult بتاعك، دي النتيجة اللي أنا عايزها في الآخر. عايز أجيب إيه قصاد كل ID للitem أحط قصاده إيه الاسم بتاعه، فده result. تاني حاجة هتبقى الsearch column. هو أنا هادوّر بإيه؟ أو إيه الحاجة اللي أنا هادوّر بيها؟ إيه الحاجة اللي أنا هادوّر بيها هناك في جدول الdim stock item في جدول الstock items، والحاجة دي لازم تكون موجودة عندي فين برضه؟ برضه لازم تكون موجودة عندي في الfact sale أو في الجدول اللي أنا فيه. فاللي أنا محتاج إن أنا هادوّر بيه أو الحاجة الsearch column هو برضه من الdim stock item. هيكون المرّة دي مين؟ هيكون المرّة دي الإيه، الstock item key. stock item key اللي موجود في الdim stock items في جدول الstock هو نفس الkey اللي موجود عندي فين؟ في جدول الsales في جدول الfact sales. يبقى أنا كده قُلت له أنا عايز الstock item
وهتجيبه بناءً على الitem ID بتاعه. بس هنا في حاجة ناقصة، إحنا إيه القيمة اللي هندوّر بيها عندنا بقى في الجدول اللي إحنا فيه دلوقتي، اللي هو جدول الsales؟ هاقول له أنت هتدوّر بقى يا سيدي من جدول الfact sale، هتدوّر مين؟ بالstock item key. فكده يا سيدي هيحصل إيه؟ هياخد الstock item key، هيخش على أول سطر في جدول الfact sale، ياخد الstock item key، يروح يدوّر عليه في جدول الstock items، تمام، يروح يدوّر عليه في جدول إيه؟ في جدول stock items، ولمّا يلاقيه هيروح جايب الitem الاسم بتاعه ويرجع يحطه عندي في الfact sale تاني، هيروح واخد الstock item key من الsales من عندي أنا، يعني مش هيخش على أول سطر في العمود ياخد قيمة الID دوّة، يروح يدوّر عليها هنا في الdim stock item بلين؟ لإن هو هيماتش على الstock item key برضه، فلمّا يلاقيها هيروح يجيب قصادها مين؟ الstock item name اللي هو الاسم بتاع الitem، ويرجع يحطه عندي في الfact sale. هنقفل المعادلة كده وهندوس enter، هيقول لك working أهو، بقى عندك هنا عمود أهو، أو يعني field جديد calculated column هو اسمه item name. ولمّا نروح على الdata بتاعتنا كده زي الفل، وننزل على الfact sale أهوّة، هنقفل الstock item key، ننزل على الfact sale، أنا هنا في جدول الfact sale أهو، هادوس على item name، تعالَ نروح ندوّر كده، الitem name أهو. فراح جاب لك إيه، أسماء الأيتيمات كلّها، بناءً على إيه يا سيدي، بناءً على الstock item key. دي يا سيدي الطريقة اللي أنت تقدر تعمل matching بيها. طب ماذا لو إن هو راح دَوّر على القيمة دي ما لقاش القيمة؟ يعني مثلًا فلنفترض إن أنت اديته ID، راح هناك فما لقاش حاجة في الname مثلًا، وارد إن هو ممكن يحصل كده، فلازم أحط له كده احتمالية، أقول له إيه، والله بُص يا سيدي، لو أنت رُحت وما لقيتش، فلازم أدّي له alternative result، قيمة alternative، يعني قيمة بديلة في حالة إن هو ما لقاش قيمة في العمود بتاع الnames. فساعتها هاقول له والله لو ما لقيتش الحوار دوّة حُط لي مثلًا null. في الحالة بتاعتنا هنا هو هيماتش لإن هو في يعني كده كل ID قدّامه الitem name بتاعه، بس أنا باقول لك إن أنت في حالة إن أنت هتكون لاحظ، بُص كده بقى عندنا alternate result، دي القيمة البديلة أهو null. طيب هتقول لي إمتى أحُط null؟ وممكن تحُط 0. طب إمتى تحُط null وإمتى تحُط 0؟ هتحُط null لو كانت القيم اللي أنت بتدوّر عليها قيم كده text نصية، عشان خاطر تبقى الnull من نفس الdata type أو من نفس نوع البيانات اللي موجودة في العمود، تبقى الاتنين إيه، الاتنين نصوص. أمّا لو القيم اللي هنا دي كانت قيم رقمية ينفع إنّك تعمل عليها عمليات أو كده، يبقى ساعتها ما أحطش null ولا أحط حاجة، ساعتها يستحسن أحط 0 أو 0 مثلًا، أو أي قيمة رقمية أنا عايز أحطها، على أساس إن هي إيه، ما تكون برضه ماشية مع القيم الرقمية اللي تكون في العمود، ودوّة للحفاظ على إن الdata type أو نوع البيانات اللي موجودة جوّه العمود تكون واحدة، كلّها نصوص، يا إما كلّها تواريخ، يا إما كلّها أرقام. وبس كده يا سيدي، فأنا ساعتها هاكتب null هنا دي الfallback value أو الalternate value، اللي هو في حالة إن هو ما لقاش حاجة في الname، في الcustomer، في الitem name، يروح راجع وحاطط لي الحاجة هنا، وادوس كده enter. وبس كده. طبعًا كده يا سيدي لمّا نيجي نبُص مش هنلاقي في null عندنا، لو جينا عملت search هنا بnull مش هنلاقي في أي حاجة في الnull هنا، لإن هو إيه، مش هالاقي حاجة في الnull هنا عشان خاطر إيه، الدنيا يعني ما فيهاش حاجة، يعني فاضية، أو يعني ما فيش حاجة، كل القيم، في قيم موجودة في الitem name كلّها، فبالتالي هو ما حطّش null في حاجة لإن إيه، كلّهم موجودين. بس كده يا سيدي، ودي الطريقة اللي تعمل بيها. طيب معادلة lookup value دي فيها حاجات تانية كتير، يعني فيها options تانية، إن أنت تقدر تعمل multiple search، يعني ممكن تعمل search، يعني بحث متعدد. لمّا إحنا جينا بصّيت كده على المعادلة هتلاحظ أنا مدّي لك إيه search column to name to search value to، ده معناه إن أنت تقدر تعمل عمليات أكثر تعقيدًا من الsearch، بس أنا مش عايز أعقدها لكم دلوقتي، ممكن نبقى نعمل الكلام ده في فيديوهات تانية، عشان خاطر حتى هنا ما عندناش سيناريو يساعدنا في إن إحنا في البيانات بتاعتنا دي، ما فيش سيناريو يساعدنا إن إحنا نعمل multiple searching، يعني نقدر نبحث بشكل multiple، ودي طبعًا إمكانية قوية جدًا إن أنت تقدر تعمل multiple search، يعني البحث بتاعك يبقى مبني على أكتر من حاجة، عشان خاطر لو أنت عايز تجيب مثلًا تركيبة بيانات معينة وفيها عمليات تكرارية في النُص، فطبعًا معادلة lookup value بتبقى powerful وقوية جدًا في الحالة دي، ولكنها إيه، ده المثال ده هيكون أكثر تعقيدًا. فنكتفي بهذا القدر النهارده كده يا سيدي، إن أنت كده عرفت إزاي تستخدم الlookup value عشان خاطر تجيب أي قيمة أنت عايزها من أي جدول بمنتهى السهولة ومن غير أي تعب وعناء،
وزي الفل كده. أتمنى الحلقة النهارده إن شاء الله تكون عجبتك واستفدت منها بشكل حلو، وباكرر شكري لكل الناس اللي تدعم القناة بتاعتنا، والله يعني أنا شاكر ليكم جدًا على دعمكم المستمر، وعلى استمراركم في الدعم، ويا ريت يا رب إن شاء الله نفضل دايمًا بنقدم لكم المحتوى اللي يليق بيكم، واللي بيقدر يساعدكم بالشكل السليم والشكل الصحيح، واشوفكم على خير دايمًا يا رب في حلقة جديدة إن شاء الله.